الناس الكل تجري، الدنيا ولات سريعة وجوجمن في كل بلاصة والتحديات نسينا في رواحنا. الحاجة الوحيدة اللي الناس الكل تلوج عليها اليوم هي كلمة واحدة: الطمأنينة، يعني راحة البال. ثم شكون قال اللي الطمأنينة أهم حتى من الحب، وعند الحق فيها بصراحة، خاطرها هي الأمان النفسي، هي السكوت اللي يخلي قلبك متهني وذهنك صافي بجرة الراحة. ثم اللي يجرب ألف بنية، ثم اللي يمشي للسهرات يلوش في الجو، وثم اللي يهرب للطبيعة والجبال باش يلقى شوية هدوء ويبعد عن الواقع. أما السكينة الحقيقية ماهيش لبرا، السكينة تبدأ من داخل. باهي كيفاش نوصلولها؟ الموضوع بسيط أما يحب له شوية خدمة. أول حاجة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كي ترجع لربي حس بسند قوي ويخلي قلبك يبرد وإيمانك يزيد. ثانيا الرضا والقناعة، ارضى بما قسم الله لك، كون أغنى الناس كي تسلم أمرك لربي وترضى باللي عندك. القلق والستريس يذوبوا وحدهم. ثالثا الصبر والصلاة، هما الدواء، هما اللي يعطوك نفس باش تكمل وتواجه أي تعب بقلب هادي. رابعا نظف قلبك، حقد غل وحسد هما سموم ياكلوا فيك من داخل. صفي نيتك وتسامح مع الناس مش على خاطرهم أما على خاطر راحتك انت. المسامحة تحررك من القيود. خامسا ابعد على التلوث السمعي والبصري، نقص من الأخبار السلبية وابعد على المواقع اللي تزيدك القلق واعتزل ما يؤذيك خاصة في وقت التكنولوجيا هذا. سادسا خلوة إيجابية، اعطي وقت لروحك وابعد على الجوجمة، اقعد مع نفسك، تأمل كيف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخفى في غار حراء. لحظات صمت هذيك هي اللي تعيد برمجة ذهنك. الطمأنينة هي انك تعيش لا ندم على اللي فات ولا خوف من اللي جاي، هي سكوت القلب للحق وثقة كاملة في الخالق. جرب نظف قلبك، ارضى واذكر الله، لو تشوف كيفاش حياتك تتبدل.